محافظة حجة ومديرية حرب على وجه الخصوص كانت وما تزال الملاذ الآمن لآلاف النازحين جراء الفتنة بمحافظة سعدة. وانطلاقا من ذلك حرصت قيادتها ومنذ الوهلة الأولى أن تتحمل على عاتقها مسؤولية تخصيص أماكن الإيواء ومعالجة أوضاع النازحين بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات الإغاثة المحلية والدولية. فها هي اليوم على موعد مع لقاء بوفد مشترك من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي يمثلها علي سيف الكعبي ومؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية يمثلها مديرها التنفيذي علي عبد الرحمن الأكوع، حيث ناقش المهندس فريد أحمد مجور محافظ حجة معهما الجهود الإنسانية التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مؤسسة الصالح في تنفيذ مشروع إيوائي عملاق يتمثل في إقامة مخيم المزرق رقم 2 تكفل الجانبان به من حيث الإنشاء والإدارة وتوفير الخدمات الإنسانية اللازمة. على إثر ذلك قام محافظ حجة والوفد الإماراتي ومؤسسة الصالح ومعهم أمين عام المجلس المحلي بحرب حمود حيدر محجب بزيارة لمخيم المزرق تشن خلالها توزيع المساعدات الغذائية المهداة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأكثر من 400 أسرة ناجحة جديدة اكتظ بها المخيم وزاد عبئا فوق قدرته الاستيعابية. إلى ذلك ستنعم 1000 أسرة ناجحة من بين الموزعين في عدد من مديريات حجة في محطة إيوائية نموذجية تتمثل في مخيم المزرق الثاني الذي سيرى النور قريبا بإذن الله بعد أن شرعت في إقامته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شمال غرب المخيم السابق بتشبيك وتعاون مع مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية يحتوي على أهم الاحتياجات الإنسانية.